يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده التشيز كيك الاوريو بطريقه ولا احلى ولا اروع من كده. شايفين بقى الجمال والحلاوه. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى جمالها وحلاوتها عامله ازاي. احب ان انا اقطع حاجه معاكم. اوريكم بس. شايفين بقى، شايفينها انتوا بقى. خطيرة بجد، يا ريت ان انتوا تجربوها. شايفين بقى الطبقات عامله ازاي. ويلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. شايفين بقى، معلقه ورا معلقه. بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. ايه رايكم يا جماعه فيها؟ قولوا لي. جميله. هحتاج اوريو زي ما انتم شايفين كده. هحتاج بسكوت الاوريو، هحتاج زبده سايحه. ممكن ان انا استخدم في الوصفه دي، هستخدم 16 قطعه اوريو. فهبدا ان انا اجيب الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا افصل الكريمه زي ما انتم شايفينها كده. تمام. هبدا ان انا كده زي ما انتم شايفين ان انا افصل الكريمه. اهو زي ما انتم شايفين كده. انا خلصت زي ما انتم شايفين كده كل الكميه بتاعتي. والكريمه دي انا طلعتها هركنها على جنب، هبقى استخدمها في وقت تاني. هنزل بالزبده بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. الكبه بتاعتك الهاند بلندر، اي حاجه متوفره عندك. هبدا ان انا افرمها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انتم شايفين كده انا فرمته. هجيب البايركس بتاعي بقى. انا البايركس دوت هحط فيه ورق الزبده عشان وانا بشيله يبقى سهل عليا. انزل كل حاجه موجوده في الكبه بتاعتي. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. انا حطيت اول طبقه. تاني طبقه بقى يلا بينا نعمل تاني طبقه. هحتاج زي ما انتم شايفين للطبقه التانية. هحتاج كوبايه كريم شانتيه، معلقتين لبن بودر، معلقتين سكر بودر. هحتاج كوبايه حليب متلج. شايفين انتوا التلج اللي فيه. وهنضيف برضو كوبايه جبنه كريمي. فهنزل بقى في الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالسكر بالكريم شانتيه. واللبن بودر. الكوبايه بتاعتي طيب زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى نفس المقادير هي واحده. شايفين زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بقى باللبن بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. هاخدها بقى افرمها بقى على الكبه بتاعتي ونشوف نرجع لبعض تاني. زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بقى بالجبنه الكريمي بتاعتي. عندك جبنه مثلثات حطي. انا هضيف بقى معلقتين من الجبنه من الكريمي دي. وهنزل ب3 مكعبات
مثلثات زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو زي ما انتم شايفين اهو. هاخدها بقى على الكبة تاني افرمها ونرجع بقى اوريكم القوام النهائي بتاعها. شايفين انتوا بقى هجيب ايه زي ما انتوا شايفين احبائي، دي الكريمه اللي انا شلتها بتاعت الاوريو، هفرمها برضو فرمه على الكبه وارجع لكم. اهو زي ما انتوا شايفين احبائي اهو. هجيب بقى الفيروس بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، هنزل ايه بالراحه خالص هدخلها بقى الفريزر لمدة ساعة. هدخلها الفريزر لمدة ساعة ونرجع لبعض تاني. تعالوا بينا بقى نعمل صوص الاوريو. هحتاج ايه 4 زي ما شايفين كده 4 حبات من الاوريو، هكسرهم كده ناعم زي ما انتم شايفين كده. هحتاج 1.5 معلقة سكر، 1.5 معلقة سكر بودر، معلقة كبيرة كاكاو زي ما انتم شايفين، نص معلقة نشا، هحتاج زي ما انتم شايفين كده 4 معالق حليب، 2 3 4. نقلبه زي ما انتم شايفين كده ونحطه بقى على النار. نقلبه كده زي ما انتم شايفين. دوبته كده، نرفعه بقى على البوتاجاز ونرجع تاني. اهو رفعته زي ما انتم شايفين كده على النار. شايفين انتوا بقى الصوص بدأ يعمل معايا ايه اهو. شايفين الصوص بدأ اهو، شايفين قوامه. عايزه تخففيه بمعلقه حليب عادي معاكي خالص، ممكن تخففيه. هجيب بقى البايركس بتاعي وننزل بالطبقه بتاعتنا اهو. هنزل بقى ايه بالصوص بتاعي الاسباتيلا بتاعتي بقى، وبالراحه خالص
هدخلها بس التلاجة قيمة 10 دقايق او ربع ساعة وارجعها لكم تاني. شايفين بقى انا هحط عليها كده بسكوت اوريو من فوق كده، انا طحناه اختيارية الخطوة دي. التلاية بتاعتني بقى هي وقيات. اتمنى ان انتوا تجربوها بقى بطريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. دمتم في رعاية الله وامنه، واستنوا فيديو جديد.